عايز اقول لك جملة يمكن تضايقك، بس هي دي الحقيقة اللي عمرك ما حبيت تعترف بيها. مفيش حد هينقذك، لا صاحب ولا قريب ولا حتى الشخص اللي كنت فاكره سندك. اللي هينقذك الوحيد هو انت، لما تقرر انك انت توقف النزيف اللي في حياتك. تخيل كده، اكتر يوم بتبقى محتاج فيه حد جنبك هو اليوم اللي بتحس الدنيا قفلت، مفيش ردود، مفيش مساندة، مفيش حتى كلمة ترفعك، وتبص حواليك كده تلاقي المكان فاضي. حتى الناس اللي كنت فاكرهم قريبين فجأة اختفوا ومحدش فيهم بقى موجود. ساعتها بقى وفي اللحظة دي أنا عايزك تسكت وتسكت دماغك. ليه؟ لأن اللحظة دي اللي هتفهم فيها إن الناس مش سند. سندك الوحيد هي العادة اللي أنت بتمشي عليها، مش الشخص اللي بيوعدك. مرة كان في واحد كل ما يقع كان يستنى حد يشيله، وكل ما يقع برضه ما كانش بيلاقي حد، لحد ما في يوم من الأيام وقع وقعة جامدة، وقعت روح مش جسد. ساعتها قعد على الأرض وقال لنفسه هو ليه مفيش حد؟ هو ليه الدنيا فاضية؟ بس بعد ثانية كده اكتشف حاجة. اكتشف ان كل مرة كان بيقع فيها كان اصلا بيمشي برجلين مش بتوعه، كان بيمشي برجلين الناس وآراء الناس ونصايح الناس، مش برجليه هو. بعد كده قام، ما قامش بقى عشان خاطر بقى عنده قوة خارقة وكده، لا، ده قام عشان خاطر اخيرا فهم ان مفيش حد هيساعدك غير الحاجات اللي انت بتبقى ملزم نفسك بيها كل يوم وبتعملها حتى لو مش قادر. بص، الحماس حلو بس خائن، عشان خاطر بيجي بعد يومين كده وبيهرب. لكن العادة هي اللي بتفضل وبتكمل معاك، حتى لو قلبك تقيل، حتى لو مكسور، حتى لو مش عايز. وكمان الثقة بالنفس مش انك تفضل طول الوقت جامد، لكن الثقة بالنفس انك انت تقف حتى لو شايف نفسك اضعف واحد في العالم. بس اللي محدش بيقولك عليه بقى انك انت مش محتاج ناس كتير حواليك، انت محتاج نسخة منك تكون واقفة معاك. والنسخة دي مش هتتخلق بالكلام، هتتخلق بالفعل. لما تقوم من على السرير في يوم انت تعبان فيه، ولما تكمل تمرين وانت مجهد، ولما تعمل اللي عليك حتى لو مفيش حد شايفك، ولما تسكت الصوت اللي جواك اللي بيقولك مش فارقة. هو ده اللي هيبنيك، وهو ده اللي هيخلق ثقتك بنفسك، وهو ده اللي هيخلي الناس ترجع تدور عليك. وفي النهاية بقى أعزائي المشاهدين، إنك أنت لو استنيت حد يرفعك هتفضل واقع، ولو استنيت حد يفهمك هتفضل تايه. لكن لو قررت انك انت تعتمد على نفسك وتبقى مسؤول عن نفسك، فساعتها ساعتها هتكتشف انك انت افضل بكتير من الشخص اللي انت شايفه قدامك في المراية. وكمان انت مش محتاج حد يثق فيك، انت محتاج انك انت تثق في نفسك الاول. وصدقني، اليوم اللي هتقرر انك انت تبقى فيه الشخص اللي واقف على رجله، مش الشخص اللي قاعد ومستني، هو اليوم اللي حياتك هتبدأ تتغير فيه فعلا. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.